بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله الترم ده هنكون مع بعض شرح منهج الرياضيات. هنبدأ النهارده بأول درس، إن شاء الله يكون بداية خير ليا وليك، بس حاول على قد ما تقدر إن أنت ما تراكمش. وأنا إن شاء الله لو ربنا قدرني وقدرنا إن إحنا ننزل التمرينات بتاعة كتاب المعاصر هننزلها بعد الفيديو على طول. حاول على قد ما تقدر ما تراكمش الدرس أول بأول. لو قلت لك وتصدقني إن منهج الترم الأول بتاع ثالثة إعدادي أسهل منهج في إعدادي، يا ريت تصدق إن شاء الله. يعني فرصتك إن أنت تجيب اعلى درجه ممكنه في الترم الاول. الترم الثاني مش صعب بس اطول سنه وهندسه كتير، انما الترم ده اخف بكتير قوي من الترم الاولاني. فان شاء الله تكون بدايه كويسه ليا وليك. اهم حاجه ما تراكمش، وان شاء الله كل الامور هنعملها، وان شاء الله كل الامور ممكنه طول ما انت بتحاول. فخلينا نبدا باول درس كده مع بعض. طيب اول درس اسمه قوه القوه. طب يعني ايه؟ الدرس اصلا مشتق من حاجه انت كنت واخدها قبل كده، اللي هو العمليات على الاسس، بس بطريقه ايه اشمل واوسع شويه. اوسع شويه. طيب لو جينا بدأنا كده، تعالى بس افكرك احنا كنا بنعمل ايه في الاسس والاساسات والعمليات الحسابيه عليه. اول حاجه لازم تبقى عارف، لو انا مديك حاجه زي كده مثلا 3 وهنا 2، اللي تحت ده اسمه اساس، واللي فوق ده اسمه اس. خلاص. و3 اس 2 مش التلاتة مضروبه في الاتنين، لا ده التلاتة مضروبه في نفسها مرتين، يبقى التلاتة في 3 ب9 وهكذا. طب عندك 2 أس 3، مش الاتنين مضروبة في 3، لا ده الاتنين مضروبة في نفسها 3 مرات، يبقى الاتنين في 2 في 2، الاتنين في 2 ب4، والاربعة في 2 ب8 وهكذا. انت فهمت؟ بس ما تتلخبطش في فكرة ان هو التلاتة أس 2 يعني التلاتة في 2، لا التلاتة مضروبة في نفسها مرتين. الاتنين أس 3 مش الاتنين في 3، لا الاتنين مضروبة في نفسها 3 مرات. اللي تحت اسمه الأساس واللي فوق اسمه الأس. وطبعا المفروض ان كلكم عارفين حاجه زي كده. طيب نبدا بقى نشتغل. تعال ناخد بس بعض القواعد اللي احنا نمشي عليها طول ما احنا شغالين. اول حاجه ممكن تقابلك، لو الاساسات زي بعض، هنا الايه وهنا الايه، وفي هنا اس ام واس ان، ايا كان بقى الارقام اللي هتجيلك. يعني مثلا وليكن هحط لك هنا 3 اس 2 مضروبه في 3 اس 5 مثلا. انا عملت ايه؟ خليت الاساسات زي بعض بس غيرت لك الاسس، وممكن تكون الاسس شبه بعض مش تفرق معايا في حاجه، اهم حاجه القاعده. ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ لما يكون الاساسات زي بعض بنزل واحد فيهم واجمع الاسس، هنا ام وهنا ام، يبقى ام زائد ان. طب تعالى نعملها بالارقام عشان تبقى اوضح شويه. لما يكون الاساسات زي بعض، هنا 3 وهنا 3، بنزل واحد فيهم واعمل ايه في الاس اللي فوق؟ بجمعهم، بتجمع الاثنين والخمسه فتديك كام؟ تديك 7 وهكذا. بس اهم حاجه عندي ان الاساسات اللي تحت اللي هو الايه لازم يكون عدد غير الصفر، يعني ما ينفعش يكون صفر. يبقى دلوقتي القاعده بتاعتك وانت شغال في القواعد دي كلها، اهم حاجه ان الاي والبي ما تكونش صفار، والان اللي هي الاسس اي رقم صحيح انت عايزه. طب ينفع يبقى سالب، ينفع يبقى موجب، مش تفرق معاك في حاجه. خلاص. طيب تعال نكمل كده. ده في حاله الضرب، احنا قلنا يبقى هنا في حاله الضرب بنجمع الاسس، وطبعا لازم تكون الاساسات زي بعض، لازم يكون اللي تحت زي بعض، فبنجمع اللي فوق. طب تعالى هنا لما يكون عمليه قسمه بقى، نفس الكلام، A اس ام على A اس ان، بنزل واحد فيهم واطرح الاسس. طب اديني مثال. هتبقى 3 مثلا اس 5 على 3 مثلا اس 2. هتلاقي تحت ان الاساسات زي بعض، هنا 3 وهنا 3، بننزل واحد فيهم، وفي حاله القسمه بنطرح الاسس. 5 ناقص 2 يديك 3، تبقى 3 اس 3 وهكذا لحد هنا. في مشكله؟ يبقى هنا في حاله الضرب بنجمع الاسس، وفي حاله القسمه بنطرح الاسس. تمام؟ طيب القاعده اللي بعدها، لو انا معايا A في B مضروبين في بعض، الكل اس ان، ايه مصير الام اللي موجود على القوس ده كله؟ مصيرها التوزيع. يبقى انت بتوزع الام مره هنا ومره هنا. لو اديتك مثال، هنا مثلا 2 في 3، الكل اس 4 مثلا، فانت بتعمل ايه في الاربعه؟ بتتوزع مره هنا ومره هنا، فهتبقى 2 اس 4 مضروبه في 3 اس 4. طبعا مش هجيب لك نواتج دلوقتي، انا مش محتاج اجيب النواتج، انا كده كده هجيب لك النواتج بعدين في الامثله. بس فكره بس ان انا اقول لك القاعده احنا بنستخدمها ازاي، احنا بنستخدم خاصيه التوزيع ازاي. فانت بتوزع الام مره هنا ومره هنا، هتبقى A اس ام في B اس ام. تمام؟ طيب افرض بسط ومقام، نفس اللي عملته، زي ما بتوزع
الام مره هنا ومره هنا برضه في البسط والمقام، اللي هو النسبه اللي هو الكسر، برضه بتوزع الام مره على البسط ومره على المقام. هتبقى ايه اس ام مره، وهتبقى بي اس ام. لو اديتك مثال مثلا هقول لك مثلا 2 على 3 كله اس 5. فانت بتاخد الخمسه دي توزعها مره هنا ومره هنا، هتبقى 2 اس 5 وزعتها مره في البسط ومره 3 اس 5 وهكذا، وابدا اجيب الناتج. طيب القاعده اللي بعدها، لو انا قلت لك ايه اس سالب ان، يعني الاس اللي هنا بالسالب، دي كده بنحطها تحت خانه اللي هو شكل العمليه الحسابيه. يعني بمعنى ايه؟ ان الرياضه بتحب العمليه الحسابيه السهله. يعني مثلا ما تسيبليش اي حاجه فيها اس بالسالب. طب افرض الاس بالسالب ده المقام هنا طبعا بواحد، فالاس بالسالب ده في البسط. طب افرض الاس اللي بالسالب ده كان الحاجه دي كانت في المقام، مصير العمليه الحسابيه هنا ايه؟ لو هي في البسط تنزلها في المقام، لو هي في المقام طلعها في البسط. لا مش فاهم. بص، لو انا مثلا هديك مثال الاول ايه، حد واحد كده، لو انا قلت لك 3 ايه اس سالب 5 مثلا، الرياضه بتحب العمليه الحسابيه السهله، بمعنى ما تسيبليش الشكل ده. يعني ايه؟ يعني الاس ده انا عايزه بالموجب، لان الشكل ده مش هتلاقيه في اختر، مع انه صح بس مش هتلاقيه في اختر. يعني احيانا المساله بتاعتك بتكون خلصت والحل ده النهائي، بس انا دلوقتي المقام بتاع التلاته اس ايه اس سالب 5 دي بواحد. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد الحاجه اللي مضايقاك اللي هو الاس اللي فيها سالب، بتنزلها تحت في المقام بس باس موجب. فالمساله دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى 3 على ايه اس 5. شفت بقى الشكل ده اللي هتلاقيه في اختر، مع ان ده صح بس هتلاقي ده مش هتلاقي ده. فانت تفتكر ان المساله بتاعتك غلط، لا هي صح، بس كل اللي فيها ان هي عايزه تتحط على الصوره المناسبه للرياضه. نفس الكلام هنا، الاي اس سالب ان المفروض المقام بواحد، فالاي اس سالب ان السالب ده مضايقك، فانت هتنزل الاي تحت بس الاشاره موجب، بدل ما هي سالب ان هتخليها موجب ان. طب ينفع اسيب البسط فاضي؟ لا، بنحط مكانه ايه؟ بنحط مكانه واحد، وهكذا. تمام؟ فهمت الفكره دي؟ طيب نيجي بعد كده، لو انا مديك اي حاجه اس صفر، بس طبعا ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. يعني الاي دي ما ينفعش تساوي صفر، تساوي اي حاجه غير الصفر. ما ينفعش صفر اس صفر. لو الاي دي اس صفر وانت مغمض، اي حاجه اس صفر بتساوي كام؟ بتساوي واحد. قلنا ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. تمام؟ طيب المهم بقى بالنسبه لي وبيحصل فيها لخبطه كتير، لما يكون هنا اس مرفوع لاس، او بعض الكتب بتقول قوه مرفوعه لقوه. يعني ايه؟ ده اسمه اس وممكن اسميه قوه، وده برضه اسمه اس وممكن اسميه قوه. يعني مثلا انا معايا الشكل ده مثلا 2 اس 5 الكل اس 3، الاثنين عليها اس 5 والاثنين اس 5 عليها الاس 3. تمام؟ او ممكن اسميها قوه، مش تفرق معايا في حاجه. ايه العلاقه اللي بين الاثنين دول بقى؟ الغلطه هنا بقى الناس بتفتكر دي عامله زي اكنها 2 اس 5 في 2 اس 3، يقول لك بقى انا انزل واحد فيهم واجمع الاسس. لا غلط، الغلطه هنا ان انت جمعت الاسس. اصلا فكره ان انت توزعها كده غلط. طب معنى كده ان الثلاثه دي الاثنين دي ما بتتجزأش مرتين كده؟ لا طبعا. امال احنا بنعمل ايه؟ لازم تبقى عارف ان اي اس مرفوع لاس او اسمها قوه مرفوعه لقوه علاقه ضرب بينهم، مش علاقه جمع. يعني الاثنين دول هيتضربوا في بعض، هتبقى 2 اس 10 او 2، انا اسف 2 اس 15، دي الخمسه في الخمسه بتاعت ال 15، وهكذا. يبقى اهم حته بالنسبه لي ان العلاقه اللي بينهم علاقه ايه؟ علاقه ضرب. فهنا هتنزل الايه زي ما هي اهي، وتمسك الام والان تضربهم في بعض، هتبقى ام في ان. طب تعالى ناخدها بالارقام افضل. هنا 5 اس 4 الكل اس 2، يبقى العلاقه اللي بين الاثنين دول علاقه ضرب مش جمع، هتبقى 5 اس الاثنين في 4 بكام؟ ب 8، وابدا اشتغل بقى واجيب الناتج وهكذا. طيب نديك برضو مساله زي دي كده، 7 اس سالب 2 الكل اس 5، اس مرفوع لاس، يبقى العلاقه اللي بينهم علاقه ضرب. ادي السبعه سالب في موجب بسالب، والاثنين في 5 ب 10. هو انت يعني ليه يا مستر قلت سالب في موجب؟ المفروض الخمسه دي قدامها اشاره موجب هنا بس مش مكتوبه، فسالب في موجب دايما السالب بيغلب، والاثنين في 5 بكام؟ ب 10، فهتبقى 7 اس سالب ايه؟ سالب 10. فده كده اللي هبدا بيه عشان نقدر نحل الامثله اللي جايه. طيب تيجي بعد كده تعال نبدا بمثال زي ده كده. مدينا هنا اكس اس 2 الكل اس سالب 3، اس مرفوع لاس، العلاقه اللي بينهم علاقه ايه؟ علاقه ضرب. في اكس اس سالب 1 الكل اس 2، وهنا اكس اس سالب 3 في اكس اس سالب 4. تيجي نعدل المساله الاول. يعني ايه نعدل المساله؟ لو في شكل مثلا محتاج يتبسط نعمله.
اللي هو لما يكون اس مرفوع لاس اضربهم في بعض. يبقى انا دلوقتي بص هعمل ايه؟ ادي الاكس اس مرفوع لاس، هضرب الاثنين في سالب 3. المفروض الاثنين دي الاشاره بتاعتها هنا موجب بس مش مكتوبه، فموجب في سالب بسالب، السالب بيغلب، والاثنين في 3 ب6. في برضه اس مرفوع لاس، العلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، ادي السالب ادي موجب في سالب بسالب، والواحد في 2 ب2. خلاص دي الاكس اهي زي ما هي، كبرها شويه. طبعا في علاقه ضرب بينهم. خلاص تعالى نعملها بايه؟ بخط تاني كده. طب تنزل تحت، الاثنين دول مضروبين، سيبهم زي ما هم دلوقتي. تيجي بقى نبسط المساله شويه. انت ممكن تعملها بخطوه واحده لان المساله كلها اكسات. بس تعالى بس في الاول، عشان انت ممكن تكون عملت حسابها في الاول ممكن تلاقي فيها صعوبه، او على ما ايدك تتعود عليها. تعالى نعمل بسط لوحده والمقام لوحده، وبعدين نعمل البسط والمقام مع بعض. طب تعالى نبدا بالبسط. هنا اكس وهنا اكس، لما يكون الاساسات زي بعض بنزل واحد فيهم واجمع الاسس. هنا ايه؟ -6 زائد بتاعت الجمع، وهنا -2، فالمفروض تكتب هنا -2، حطها بين قوسين كده، عشان المفروض السالب والموجب لما يكون في اشارتين ورا بعض العلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، فلازم تضرب السالب في الموجب، فطبعا سالب في موجب السالب بيغلب، فدي كده بقت ايه؟ -6 -2. طب تعالى ننزل تحت، ادي الاكس زي ما هي تنزل زي ما هي. اشمعنى؟ لما يكون الاساس نفس الاساس في حاله الضرب بننزل واحد فيهم وبنجمع الاسس. هنا -3 زائد -4، وطبعا الاشارتين دول ورا بعض سالب في سالب في موجب السالب بيغلب. فالمساله بقت عامله ازاي؟ ادي الاكس، احنا قلنا هنا -6 هتبقى -2 تديك -8. خسرت 6 ورجعت خسرت 2، يبقى الخساره كلها -8. وادي الاكس زي ما هي تحت في المقام. -3 -4 يبقى -7. ما احنا بنتعامل مع السالب اكنه مكسب وخساره، سالب وموجب. فخسرت 3 ورجعت خسرت كمان 4، يبقى خسارتك كلها 7، يبقى -7. طيب في حاله القسمه مش كده الاساس نفس الاساس هنزل واحد فيهم، وفي حاله القسمه بنطرح الاسس. ادي اللي فوق -8 وادي السالب بتاعت الطرح، واللي تحت ب-7. طب احنا مش متفقين ان لما يكون اشارتين ورا بعض العلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، فسالب في سالب يديني ايه؟ يديك موجب، فبقت -8 زائد 7 تديك اكس اس -1. اوعى تعمل 1، الخساره اكبر من المكسب، يعني خسرت 8 وكسبت 7، فانت لسه ما زلت خسران 1، فيديك اكس اس -1. المفروض الحل بتاعك 10 على 10 والمساله بتاعتك خلصت. بس في مشكله صغيره، انا قلت لك الشكل ده مش هتلاقيه في اختر لان الرياضه بتحب العمليات الحسابيه السهله. بمعنى ما تسيبليش اكس اس -1 دي، ما تسيبليش -1 عموما، ما تسيبليش سالب، ما تسيبليش الاس بالسالب. فانت دلوقتي محتاج تشيل السالب ده من هنا، فانت هتعمل ايه؟ المفروض المقام بتاع الاكس 1، فانت هتنزل الاكس ده في الاكس ده في المقام بس باس موجب. ادي الاكس اهو، بدل ما هي -1 هتخليها موجب 1. طب البسط فضي يبقى تسيب مكانه 1، وطبعا الواحد ده مش لازم ايه؟ مش لازم يتكتب، فممكن تشيله. خلاص يبقى ده كده ايه؟ يعتبر الحل بتاعك، يبقى 1 على اكس. فهمتها؟ طيب في مسألة لوحدها. بيقول لي هنا برضو اختصر كل مما يأتي في أبسط صورة، ومديك 4 أس إكس زائد 2 في 9 أس 3 زائد إكس على 6 أس 2 إكس زائد 3. معلش ال3 كانت مكتوبة في أكنها تحت، فاحنا إيه حطيناها في الأس تاني. يبقى دي كده 6 أس 2 إكس زائد 3. خلاص؟ طيب نبدأ بقى نشتغل. طب ممكن نعمل إيه؟ لو جيت بصيت هتلاقي الاساسات مش شبه بعض، لا ال4 زي ال9 ولا ال6 شبههم. طب نعمل ايه؟ حلك الوحيد ان انت تحاول تخلي ال4 وال6 وال9 يطلعوا اساسات شبه بعض. طب اعملها ازاي؟ هو انت اصلا اختيارك الوحيد او الاحتمالك الوحيد في ال4 عشان تقدر تبسطها شويه او تغير شكلها تبقى 2 اس 2، صح؟ طب تعالى في التسعه، طب ما التسعه دي هتبقى 3 اس 2، ما هي 3 اس 2 ب9. طب السته هتيجي تقول لي انا مش لاقي لها حاجه اس حاجه، بس ممكن اخرج العوامل بتاعتها. ايه هي العوامل؟ يعني الاثنين في 3. فانت لو جيت لاحظت هتلاقي الاثنين شبه الاثنين والثلاثه شبه الثلاثه، فده اللي همشي بيه. هسيبهم لك هنا في الجنب برضه، وانت هتتعود على طريقه المسائل دي على فكره. طيب تعالى كده، احنا اتفقنا هشيل الاربعه واحط غيرها 2 اس 2. بس استنى، دي كده الاربعه بس، انا لسه ما حطيتش كل اس اكس
زائد 2. خلي بالك الاكس زائد 2 على الاربعه كلها. طب بس الاربعه دي انا غيرت شكلها، بدل ما اخليها 4 خليتها 2 اس 2. فالمفروض اكس زائد 2 تكون على ال 2 اس 2 كلها. في عندك هنا 9 اس 3 زائد اكس. التسعه دي هشيلها واكتب بدلها 3. احنا اتفقنا 3 اس كام؟ 3 اس 2، بس الكل اس 3 زائد اكس. انزل تحت في المقام، ادي الستة هخليها الاتنين في 3. احنا اتفقنا الكل مع الحته دي كلها اكنها الستة اس 2 اكس زائد 3. لحد هنا في مشكله؟ ابدا بقى اظبط المساله. يعني ايه؟ يعني اس مرفوع لاس العلاقه بينهم علاقه ضرب، فانا همسك الاثنين دول كده اضربهم في بعض، ودول اضربهم في بعض، ودول مصيرهم ايه؟ ينزلوا مره هنا ومره هنا، خاصيه التوزيع. فتعالوا نشوف المساله كده يبقى شكلها عامل ازاي. الاثنين دي هتتضرب في المقدار كله، هتتضرب مره في الاكس ومره في الاثنين. ادي الاثنين زي ما هي اهي اللي تحت الاساس. الاثنين في اكس ب 2 اكس زائد، والاثنين في 2 ب 4. انا كده عملت الجزئيه دي. اخش على اللي بعدها. في ادي الثلاثه زي ما هي، هوزع الاثنين مره هنا ومره هنا. الاثنين في 3 ب 6 زائد، والاثنين في اكس ب 2 اكس. لحد هنا في مشكله؟ انزل تحت في المقام. احنا اتفقنا دول ضرب، فالعلاقه بتاعت الاس لما بينزل على حاجه زي كده بينزل بالتوزيع، بينزل مره هنا ومره هنا. فادي الاثنين اهي مره، تاخد الاثنين اكس زائد 3. تمام؟ في زي ما هي في، والاس مره ينزل على الثلاثه، هتبقى 3 اس 2 اكس زائد 3. من اول هنا بقى لو جيت لاحظت هتلاقي الاثنين شبه الاثنين والثلاثه شبه الثلاثه، فانا اقدر ابسطهم مع بعض. هتعمل ايه بقى؟ هتخلي الاثنين على الاثنين اكنها مساله منفصله مع بعض، ودول اكنهم مع بعض. خلاص؟ فتعال مثلا نعملها هنا. ادي الاثنين، احنا قلنا اللي فوق ناقص اللي تحت. تعال بقى الغلطه المشهوره قوي في الامتحانات. ادي الاثنين، احنا اتفقنا لما يكون الاساسات زي بعض بنزل واحد فيهم واطرح الاسس. ادي الاثنين اكس زائد 4 اللي هو البسط اللي فوق، اللي هو او اللي فوق الاس اللي فوق ناقص الاس اللي تحت. بص الناس بتعمل ازاي، بتقول لك ناقص وتقول لك 2 اكس زائد 3. كده المساله كل سنه وانت طيب راحت منك. ازاي؟ عشان اشاره. طب فين الاشاره دي؟ بص، السالب ده لما تطرح منه، لما تطرح المقدار ده تطرح منه مقدار، غصب عنك السالب ده لازم يدخل يتوزع داخل المقدار. عارف السالب ده لما حطيته قدام الاثنين اكس زائد 3، انت اكنك خدت الاثنين اكس، 2 اكس دي حطيت قدامها السالب بس. فين نصيب الموجب 3؟ انت اكنك حطيت السالب مع الاثنين اكس ونسيت الثلاثه. طب الحل ايه؟ بنعمل ايه؟ كنا بنعمل اقواس كده، وفي الخطوه اللي بعدها نبدا نوزع، او مع الحل هتلاقي نفسك بتوزع على طول. يعني هتلاقي نفسك بتعمل سالب 2 اكس سالب 3، ما هو السالب يدخل يضرب في الموجب، سالب في موجب السالب بيغلب. خلينا اول خطوه نعملها بس ايه؟ نحط الاقواس نبدا نوزع في الخطوه اللي بعدها. المفروض في، تعالى بقى المساله الحته اللي بعدها، دي على دي، ادي الثلاثه اهي زي ما هي. في ادي الثلاثه اللي فوق ناقص اللي تحت، ادي الستة زائد 2 اكس. احنا اتفقنا سالب، لو كان اللي تحت ده حد واحد كنت هكتب، يعني مثلا لو كان 2 اكس مفيش 3 كنت هكتب سالب 2 اكس والمساله خلصت مفيش اي مشكله. بس هي مقدار يعني مكون من حدين، فانت لازم تقول كده، تحطه بين قوسين. خلاص؟ نبدا بقى نشتغل. اللي نشتغل ازاي؟ وزع السالب مره هنا ومره هنا، فهتنزل الاثنين اهي زي ما هي اهي. بص، 2 اكس زائد 4 زي ما هي، 2 اكس زائد 4 سالب 2 اكس سالب 3. اشمعنى سالب 2 اكس سالب 3؟ المفروض الاشاره اللي هنا موجب، سالب في موجب بسالب، والسالب في موجب بسالب. طب تيجي نريح دماغنا، بدل ما تقول هوزع واعمل، دايما الاشاره السالب بتدخل بتغير الاشارات اللي جوه، يعني بتخلي الموجب سالب والسالب موجب. تمام؟ فدي بقى موجب فخليتها سالب، ودي كانت موجب خليتها سالب. طب تعالى في الثلاثه، في ادي الثلاثه برضه نفس الكلام، 6 زائد 2 اكس مالهاش علاقه، 6 زائد 2 اكس. ابدا بقى السالب ده اوزعه مره هنا ومره هنا، الاشاره اللي هنا موجب والاشاره اللي هنا موجب، الاثنين هيبقوا سوالب. هتبقى سالب 2 اكس سالب 3. تيجي بقى نبدا نختصر. بص كده معايا، اختصر الحدود المتشابهه من اولى اعدادي الترم الاول. ال 2 اكس وسالب 2 اكس معاك 2 اكس وخسرتهم تاني، ما احنا قلنا دي موجب، فموجب 2 اكس يعني معايا 2 اكس، سالب 2 اكس يبقى خسرت ال 2 اكس تاني، يبقى هيطيروا مع بعض. فيتبقى لك 2 اس 4 ناقص 3 تديك اس 1. صح ولا ايه؟ في، وادي الثلاثه زي ما هي، معاك هنا موجب 2 اكس وسالب 2 اكس هيطيروا مع بعض، يتبقى لك 3 ناقص 6 ناقص 3 يديك 3. صح؟
فدي بقت 2 اس 1 اللي هي ب 2، وعندك 3 اس 3 اللي هي 27 يديك 54. بس خلاص. انت فهمت بس فكره المساله؟ اهم حاجه المساله كلها مش في العلامات الحسابيه دي، انت دي هتتدرب عليها وتتعود عليها. الفكره في الحته دي. انت متخيل انت لو ما قدرتش تخلي شكل المساله بالشكل المناسب اللي انت تقدر بعد كده تختصر منه، مش هتعرف تشتغل. يعني ايه علاقه الاربعه بالتسعه والسته كشكلا كده في الاول مساله؟ ما لهمش علاقه ببعض. فانا حاولت اخلي علاقتهم ببعض ان انا اغير شكلهم، ان انا اجيب اساسات تحت تكون شبه بعض بحيث ان انا اقدر اشتغل. انت فهمت الفكره؟ دي فكره السؤال. هنكمل هنا بقى خواص الاسس. بيقول لي هنا لو مدينا حاجه زي كده وحاجه زي كده اعملها ازاي؟ بص كده معايا. مديك هنا A اس M مضروبه في B اس N الكل اس K. معلش الكي دي هي هنا كده، هي بس ككتابه بتبقى فوق، مش يعني مش في الجنب كده يعني. فشفت اللي كنت عملته مع الاي في البي الكل اس ان مثلا، كنا بنعمل ايه؟ بننزل الاس ده مره هنا ومره هنا. طب ما هي نفس الكلام، بس كل اللي فيها وانت بتنزل الاس على الان قصدي على الايه، لقيت هنا مثلا اس كي مثلا. طب ما هو اس هينزل على اس. طب ما احنا عرفنا اس مرفوع لاس او اسمها قوه مرفوعه لقوه، العلاقه اللي بينهم علاقه ايه؟ علاقه ضرب. فالكي دي لما تنزل مره هنا هتنزل على اس كام؟ الاس ام. فالام يضرب في الكي يديك ايه اس ام كي، هي. طب البي عندك هنا الكي وعندك هنا الان. الكي كاس لما ينزل على الاس ان، فالاس مرفوع لاس او قوه مرفوعه لقوه، علاقه بينهم برضو علاقه ضرب، هتبقى بي اس ان كي. طب ناخدها بالارقام. لو مثلا اديتك مثلا 2 في 3، هنا مثلا اس 5، هنا اس 4، وهنا اس 2. فالاثنين دي تنزل هنا مره وتنزل هنا مره، بس وهي نازله لقت في اس كمان، فالاس هيتضرب في الاس هتبقى 2 اس الاثنين في 5 ب 10. وهنا برضه هيتضربوا في بعض، هيبقى الثلاثه زي ما هي اهي والاثنين في 4 ب 8 وهكذا. طب تعال نشوفها مثلا بمثال هنا. هو مديك هنا 2 اس 3 مضروبه في 3 اس، المفروض هنا في واحد بس مش مكتوب. اي رقم او اي ثابت معلوش اس، الاس بتاعه بيبقى واحد، والرمز برضه نفس الكلام. فالاربعه دي اس على القوس كله، فيجي ينزل مره في الاول ويجي ينزل مره هنا، هتلاقي بينزل على الاثنين بس عليها اس. فالاس لما يكون مرفوع لاس هيضربوا في بعض، فالثلاثه في 4 يديك كام؟ يديك 12. ادي الثلاثه المفروض اسها واحد، فالواحد او الاربعه تضرب في الواحد تديك اس كام؟ اس 4. الواحد في 4 ب 4. انت فهمتها؟ وايا كان بقى التبسيط اللي يطلع بعد كده مش تفرق معايا في حاجه، انا اهم حاجه عندي بس ايه؟ فكره التوزيع. تمام؟ طيب افرض في بسط ومقام برضه نفس الكلام. مش انا كنت من شويه عامل لك مثلا ان مثلا دي بي معلش دي بي. مش انا مثلا من شويه كنت عامل لك مثلا 2 على الثلاثه الكل اس 5. كنا بننزل الخمسه مره هنا ومره هنا، مره على البسط ومره على المقام، هتبقى 2 اس 5 على 3 اس 5. بس كل اللي فيها ان انا وانا بنزل الخمسه لقيت هنا اس مثلا وليكن 4، وانا بنزل الخمسه لقيت هنا اس مثلا وليكن الاثنين. فالخمسه لما تيجي تنزل هتلاقي في اس، فهيبقى اس مرفوع لاس او قوه مرفوعه لقوه، فالعلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، ودي برضه العلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، وهكذا. فتعال نشوفها في مثال مثلا. هنا 2 اس 3 على 7 اس 2 الكل اس 5. في الخمسه تيجي تنزل هنا مره تلاقي اس فيضربوا في بعض، هتبقى الاثنين اهي في البسط. الثلاثه في 5 تديك 15 على ادي السبعه. تيجي تنزل الاس 5 على السبعه تلاقي في اس كمان هنا، فالاس مرفوع لاس الاثنين في 5 تديك كام؟ تديك 10، وهكذا ايا كان الاختصار بقى اللي هيطلع. انت فهمت الفكره؟ فهي تعتبر مشتقه من اللي قبلها. طيب افرض بقى انا فصلت لك بين الاي والبي بجمع وطرح باشاره. دي مشكله من اكتر الحاجات اللي بنقابلها فيها غلطات، ان الناس ما تفرقش بين الاي اس ام مضروبه في البي اس ان الكل اس كي، وبين حاجه زي كده ان انا شلت لك الفي وحطيت لك موجب او سالب. فالناس بتعمل ايه؟ متعوده ان انا خلاص شفت اس فوق بوزعه مره هنا ومره هنا. اقول لك صح، يبقى الاي الكي في الام يبقى الكي ام، في البي الكي في الان بكي ان، والمساله بتاعتك صح. وهنشيل الرموز ونحط ارقام دلوقتي والمساله تبقى مظبوطه. بس كل اللي فيها ان انا غيرت لك بقى علاقه الضرب بعلاقه جمع وطرح. اوعى توزع، التوزيع هنا غلط. بيقول لك غلط ولا يساوي. اوعى تنزل الكي مره هنا ومره هنا، علاقه التوزيع ما ينفعش. الكي مره هنا ومره هنا برضه علاقه التوزيع ايه؟ ما ينفعش. يبقى ما فيش توزيع الاس على الحد الاولاني والحد الثاني في حاله الجمع والطرح دي، لا. خلاص.
وعلى فكره دي غلطه مشهوره قوي. طيب تعالى هنا مثلا افرض في سالب قدام الاساس، مش احنا اتفقنا ده اسمه اساس وده اسمه اس؟ افرض في سالب قدام الاساس، على حسب الاس اللي فوق اقدر اشوف الناتج هيبقى شكله عامل ازاي. بالنسبه للاشاره الرقم مش هيفرق معاك في حاجه، يعني مثلا الان دي هتبقى ارقام، يعني مثلا ادي سالب 2 اس 4 وسالب 2 اس 3 مثلا، فانت مش تفرق معاك في حاجه في الحالتين، سالب 2 وسالب 2، بس الاس اللي هنا رقم زوجي والاس اللي هنا رقم فردي. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في الاشاره، مالكش الناتج مش هيفرق معاك في حاجه قوي، يعني فكره الاربعه هتنزل هي كده كده هتنزل، بس الاربعه بتنزل ازاي بقى؟ بتنزل مره على السالب وبتنزل مره على الاثنين، الثلاثه بتنزل مره على السالب وبتنزل مره على الاثنين، وانت مغمض كده. دايما العدد الزوجي بياكل السالب، احفظ الجمله دي، دايما العدد الزوجي بياكل السالب. يعني ايه؟ السالب ده هيطير فيتبقى لك 2 اس 4 وتبدا تشتغل على 2 اس 4 عادي خالص. طب افرض الاس ده فردي مش زوجي، ما بياكلش السالب، يبقى السالب هيفضل ملازمك في الاجابه، وهتبقى الاثنين هتنزل عليها الثلاثه تبقى 2 اس 3. لو عايز تفهم جت منين تعال افهمها لك. دلوقتي ادي السالب اهو، مش احنا اتفقنا ان الاس 4 بينزل على السالب؟ فالسالب ده اكنه مضروب في نفسه 4 مرات، خلاص اكنها سالب 1 في سالب 1، سيبك من الاثنين دلوقتي، اكنها سالب، مش دي في الاصل ممكن تبقى سالب 1 في 2، هي صح؟ الكل اس احنا قلنا 4، هنزل السالب 1 مره هنا، الاربعه انا اسف، على مره على السالب 1 مره على الاربعه، فالاثنين اس 4 اهي. تعال بقى نشوف السالب ده بيطير ازاي. مش انت هنا هتضرب سالب 1 في سالب 1 في سالب 1 في سالب 1، ما احنا قلنا سالب 1 اس 4 ان السالب 1 مضروب في نفسه 4 مرات. طب تعالى كده، سالب في سالب وسالب في سالب، تعال نضرب حاجتين حاجتين عشان ما تلخبط، سالب في سالب بموجب والواحد في واحد بواحد، صح؟ بعدين في سالب في سالب بموجب، صح؟ والواحد في واحد بواحد، تيجي تضرب بقى موجب في موجب بموجب والواحد في واحد بواحد، انت لاحظت بالاشاره ايه؟ بقت موجب، فمعنى كده وانت مغمض عارف بقى شيل السته دي، حط بدلها 2، حط بدلها 8، حط بدلها 6، حط بدلها مليون، حط بدلها اي رقم زوجي، السالب ده هيتاكل. خلاص؟ يبقى وانت مغمض اي اس زوجي، اي اس زوجي لو الاس ده زوجي فبينزل ياكل السالب. طب افرض الاس ده فردي، لا السالب بيفضل ملازمني في الاجابه. حد هنا في مشكله؟ طيب تيجي بعد كده في مثال زي ده كده. طيب تعال نحل مثلا، تعال نحل ده الاول. بيقول لك هنا سالب 2 اكس اس 2 واي الكل اس 3 في اكس اس سالب 1 واي اس 2 الكل اس سالب 1. طب احنا اتفقنا ده كده يعتبر حد وحيد، فانت بتمسك الثلاثه دي توزعها مره على الاشاره ومره على الرقم ومره على الرموز. فتعالى كده الاس ده ايه؟ فردي، يبقى السالب هيفضل ملازمني في الاجابه مش هيتاكل. خلاص؟ طب الاثنين اس 3 اهي، اكتبها لك يا عم من الاول تاني خطوه خطوه. وبعدين الاكس، الاس مرفوع لاس، ما هو الاس ده هينزل على الاكس، طب الاكس عليها اس 2 يبقى الاس هينزل على اس مرفوع لاس، العلاقه بينهم علاقه ضرب، الاثنين في 3 ب 6. وادي الواي المفروض الاس اللي هنا 1، فالثلاثه في 1 ب3، او تنزل الثلاثه على طول وخلاص. في تعالى هنا برضه نفس الكلام، السالب 1 هينزل مره هنا ومره هنا، طبعا مفيش ارقام خلاص. عندك الاكس اهي، سالب 1 في سالب 1 يديك موجب 1، ما هو سالب في سالب بموجب والواحد في واحد بواحد، والواحد مش لازم يتكتب. خش على الواي، 2 في سالب 1 بسالب 2، طب ليه احنا بنضرب؟ لان اس مرفوع لاس، الاس سالب 1 عايز ينزل على اس 2، فالاس مرفوع لاس بيضربوا في بعض. طب تيجي نبسط المساله، ادي السالب زي ما هي والاثنين اس 3 ب8، هتلاقي هنا اكس اس 6 وهنا اكس اس 1، صح؟ في حاله الاساسات لما يكونوا زي بعض وعلاقه ضرب بنزل واحد فيهم واجمع الاسس، 6 زائد 1 يديك كام؟ يديك 7. في طب تعالى الواي من غير ما نكتب فيه عشان ما نلخبطكش، ادي الواي اس 3 في واي اس سالب 2، ادي الواي في حاله الضرب بنجمع الاسس، فالمفروض ادي 3، بص 3 اهي زائد سالب 2، صح؟ موجب في سالب بسالب، فبقت 3 ناقص 2 يديك كام؟ يديك 1، فدي بقت سالب 8 اكس اس 7 وواي اس 1. هو المساله كده بالنسبه لك خلصت، تمام؟ طب تعالى هنا، انا كده هوزع الاس بس مره في البسط ومره في المقام، اللي فوق ده حد، يعني ده كله يعتبر حد واحد، فالثلاثه تنزل مره هنا ومره هنا ومره هنا، وتنزل تحت في المقام مره هنا ومره هنا. خلي بالك البي المفروض الاس سالب اهو فوق اهو، كان مكتوب تحت هنا بالغلط يعني، فاس سالب 1، فالعلاقه اللي بين دول علاقه ضرب، ادام لازقين في بعض كده فعلاقه ضرب،
فبوزع الثلاثه مره هنا ومره هنا. فتعالى كده بالراحه، يلا الاثنين هنزل عليها الثلاثه، ادي البسط اهو، ادي الاثنين اس 3، وادي الاي عليها اس 2، لما تنزل عليها كمان 3 يبقى الاثنين في 3 تديك اس كام؟ اس 6. وادي البي عليها اس 2، لما تنزل عليهم كمان اس 3، اس مرفوع لاس، العلاقه بينهم علاقه ضرب، الاثنين في 3 برضه بكام؟ برضه ب 6. تنزل تحت في المقام، البي اهي، تنزل الثلاثه على السالب 1 تديك سالب 3، ما انا هضربهم في بعض. وعندك الاي اس 4، 3 في 4 تديك كام؟ تديك 12. تمام. تيجي نبسط المساله شويه، عندك 2 اس 3، الاثنين مضروبه في نفسها 3 مرات تديك 8. طيب تعالى بقى هنا، ممكن نشيل بيس، ادي ال 8 اهي. تعالى هنا بقى، مش انت دلوقتي مش هنا ايه وهنا ايه، هعمل دول مع بعض، وهنا بي وهنا بي هعمل دول مع بعض. فتعالى بالراحه كده، ادي الايه اس 6 على ايه اس 12 هتبقى ايه؟ اللي فوق ناقص اللي تحت. الغلطه بقى في ناس بتعمل ايه بقى؟ تقول لك الكبير ناقص الصغير. لا مش كده، مش 12 ناقص 6، لا، هي اللي فوق ناقص اللي تحت، ماليش فيه. هتطلع بالسالب، هتطلع بالسالب، ايه المشكله؟ ما احنا خدنا تعديل السالب بنعمل ايه؟ 6 هتبقى 6، بص تعالى اكتبها ده، ادي ال6 هتبقى ناقص اللي تحت، ناقص ال 12. طب البي اهي، البي اهي، اللي فوق برضه 6، اللي فوق ناقص اللي تحت، لما يكون اسات زي بعض، هنا بي وهنا بي، بنزل واحده فيهم واطرح الاسس، اللي فوق ناقص اللي تحت. 6، بص 6 ناقص بتاعت المساله، ونزلت تحت لقيت فيه ناقص كمان، ناقص 3. سالب في سالب ده كده تتحول لموجب، فالمساله بقت عامله ازاي؟ بقت 8، وهنا الايه 6 ناقص 12 تديك سالب 6، وهنا البي احنا اتفقنا سالب في سالب بموجب، فبقت 6 زائد 3 تديك كام؟ تديك 9. لو سبتها كده هو الحل بتاعك صح، بس مش تلاقيه في اختر لو المساله دي مساله مقالي، وممكن لو مصحح رخم في الامتحان ينقصك. ليه؟ ما تسيبليش دي كده، احنا اتفقنا الاس السالب بنعدله. ليه؟ اول حاجه تبسيط للمساله، واول حاجه الرياضه بتحب العمليه الحسابيه السهله، يعني ما تسيبليش اس بالسالب. طب المقام بتاع ده كله بواحد، طب نعمل في دي ايه؟ تنزلها تحت. فهسيب البسط زي ما هو، ادي ال8، وعندك اكتب لك هنا خط اوضح شويه، ادي ال8 في البسط ما رحتش ناحيتها، والبي اس 8 اس 9 برضه ما جتش ناحيتها، الايه هي اللي هتنزل تحت اس 6. وده كده بالنسبه لك ابسط صوره. هي دي صح، بس مش هتلاقيها في الاختر، تمام؟ فبالنسبه لك لازم تعمل دي. طيب نيجي بعد كده، بيقول لي اختصر الى ابسط صوره 9 اس 2 ان ناقص 1 في 18 اس 1 ناقص 4 ان على 36 اس 2 ناقص 3 ان. من اهم المسائل اللي ممكن تشوفها في الدرس ده. طيب هي مشكلتها في تبسيطها، مش في حلها. انت لو عرفت بدايتك للحل اللي جاي سهل. طيب بدايه الحل هيبقى في اختلافات كتير، في كذا مدرس ممكن يحل بكذا طريقه، فحل بالطريقه اللي تريحك. ممكن احل لك بكذا طريقه، بس عشان ما اطولش الفيديو هبقى انزل لك حل تاني للمساله دي بطريقه تانيه. فخلينا نشرح مثلا المثال ده زي اللي كنت حليته من شويه، بحيث ان انت تربط الافكار بعض وتبقى فاهم خلاص دي بتتحل ازاي. لو جيت بصيت هتلاقي ال9، وهتلاقي مين؟ ال18، وهتلاقي ال36. مفيش علاقه ربط في الشكل بينهم، ال9 وال18 و36. فانت محتاج ايه؟ محتاج تطلع منهم ارقام بيكونوا شبه بعض. احنا اتفقنا ال9 دي اختياراتها محدوده، اللي هي ايه؟ 3 و2، ما فيهاش كلام. طيب ال18 وال36، 18 و36 هي اللخبطه اللي هنا بقى. لو جيت بصيت على ال18 انت ممكن تخليها 2 في 9، فعلا ال2 في 9 18، وال9 دي انت ممكن تحولها ل 3 اس 2 وتسيب الاثنين زي ما هي. هي ما هي الاثنين في 3 اس 2، 3 اس 2 ب 9، 3 3 ب 9، والاثنين في 9 ب 18. فالشكل ده هو الشكل ده. خلاص؟ عارف الجنيه؟ انا بس عايز افهمك فكره تغيير صوره المساله بمثال كده بالبلدي. لو معاك جنيه جيت خدته منك واديتك بداله نصين، طب ما هو. طب جيت خدته منك تاني واديتك بداله 4/4، طب ما الجنيه هو النصين هو ال4/4. امال ايه الفكره؟ الصوره اختلفت بس القيمه ثابته. ده اللي انا بعمله في السؤال ده. انا بعمل ايه؟ انا بغير صوره المساله بحيث ان هي تناسبني في الحل عشان اقدر اختصر مش اكتر يعني، بس القيمه بتاعت الحاجه اللي بحولها ثابته. يعني الاثنين في 3 اس 2 هي ال 18. طب طالعه ال 36، ال 36 مش ممكن تبقى الاربعه في 9؟ ممكن، ما الاربعه في 9 في 36. طب ما هي الاربعه ممكن تبقى 2 اس 2 والتسعه ممكن تبقى 3 اس 2. طب بقى خدت بالك ان تعتبر كده كل حاجه بقت شبه بعض؟
ده الشكل النهائي لل9، ده الشكل النهائي لل18، ده الشكل النهائي لل36. ادي 3 وادي 3 وادي 3 وادي 2 وادي 2، كلهم شبه بعض ولا لا؟ كده اقدر اختصر. انت فهمت بس هنعمل ايه؟ تعالى بقى اكتب لك في جنب هنا كده عشان ما تنساش. ادي ال9 هتبقى 3 اس 2، ادي ال18 وصلنا للشكل النهائي اللي هو 2 في 3 اس 2، وعندك ال36 هتبقى 2 اس 2 وعندك مضروبه في 3 اس 2. ده كده الشكل اللي انا هشتغل عليه. طيب تيجي نبدا بقى، يلا بالراحه كده واحده واحده. تعالى كده في البسط، عندك هنا ايه؟ 9، احنا قلنا 9 شيلها، ادي 3 اس 2 الكل 2 ان ناقص 1 صح؟ في ال 18 قلت هشيل ال 18 واحط بدلها حاجتين اللي هي ال 2 في 3 اس 2، هتبقى 2 في 3 اس 2. ده كده ال 18. المفروض الكل الاس اللي موجود هنا 1 ناقص 4 ان. خلاص انزل تحت في المقام كده، انا خلصت بالنسبه لك مين؟ البسط. انزل مقام، انت عندك المقام في 36، اتفقت ال 36 تبقى مين؟ 2 اس 2 مضروب في 3 اس 2 الكل. ما هو كل ده ال 36 بس، ده كله اس كام؟ الاس اللي موجود هنا اللي هو 2 ناقص 3 نون، 2 ناقص 3 ان. نبدا بقى نوزع. نوزع ازاي؟ مش ده اس ايا كان هو مقدار بقى، مش تفرق مع اس مرفوع لاس، فالعلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، علاقه ضرب، علاقه توزيع، ده مره هنا ومره هنا. خلاص، والتوزيع هينزل على اس فهيتضرب برضه. فتعالى تيجي تعالى نبسطها مع بعض كده بالراحه. تعالى هنا كده، ادي الثلاثه، الاثنين مره تتضرب هنا ومره تتضرب هنا، الاثنين في 2 ب4 واسيب الان زي ما هي ناقص، والاثنين في 1 ب2 في برضه نفس الكلام هنا. عندك ده هتوزع ده مره هنا ومره هنا. خلاص، هتبقى 2 اس 1 ناقص 4 ان. ما هو مفيش حاجه فوق الاثنين، انما الثلاثه بص في الثلاثه، لو جيت بصيت على الثلاثه هتلاقي فوقها 2، فاس مرفوع لاس يتضرب بقى، ده بقى يتوزع. الاثنين مره تتوزع الواحد هتبقى الاثنين في 1 ب2 ناقص، والاثنين في -4 تديك سالب، والاثنين في 4 ب8 واسيب الان زي ما هي. انزل تحت في المقام، تعال نوزع يلا. الاثنين اهي، نزل الاس ده مره هنا بس هتلاقي في اس كمان، اضربهم في بعض، الاثنين في 2 ب4 ناقص، والثلاثه ان في 2 تديك 6 ان في، وادي الثلاثه زي ما هي. تيجي توزع ده هنا هيتضربوا في بعض، ادي الثلاثه وادي الاس 2، الاس 2 يتضرب مره هنا ومره هنا، فالاثنين في 2 ب4 ناقص، وعندك الاثنين في -3 يديك -6 ان صح؟ ده بقى الشكل اللي انا عايزه. هاخد بقى الثلاثات مع بعض واخد الاثنينات مع بعض. لو جيت بصيت على البسط هتلاقي ان في 3 فوق فممكن تختصروا مع بعض، بس في واحده تحت في المقام ما تاخدها معاهم. طب اعملها ازاي في خطوه واحده؟ بص، ادي الثلاثه، المفروض الاساسات من فوق لما يكونوا زي بعض في حاله الضرب بنجمع الاسس، فدول كده هيتجمعوا. طب الثلاثه نزلت، طب في اس تحت تاني في المقام، لو انا بسطت الاثنين دول طلعت 3 واحده وعليها اس، هيبقى ايه علاقتها باللي تحت؟ هيبقى زي بعض برضه، فتنزل واحده فيهم وبرضه تطرح الاسس. فانا ممكن اعمل ايه؟ هجمع دول والناتج اللي يطلع اطرح منه ده. انت فهمت الفكره؟ خلاص. فانا دلوقتي هتقول له ايه؟ هتقول له كده 4 اس ان ناقص 2 اللي فوق، المفروض ده زائد، ده المفروض المقدار الاولاني زائد المقدار الثاني اللي هو 2 ناقص 8 ان. المفروض ده كله الناتج اللي يطلع تطرح منه ال4 ناقص 6 ان. خلي بالك انا بحط الاقواس عشان احفظ الاشارات، بحيث ان لو عايز ادخل الموجب ده او السالب ده هشوف الاشارات هتتغير ولا لا. طب المفروض ده الثلاثه صح؟ فين الاثنين اهي، الاثنين اهي، الاثنين ما فيش غير بسط ومقام، واحده فوق والثانيه تحت، فاللي فوق ناقص اللي تحت، ادي الاثنين زي ما هي اهي، واللي فوق ناقص اللي تحت. اللي فوق كام؟ 1 ناقص 4 ان ناقص، ولازم افتح قوس، 4 ناقص 6 ان. تعال نظبط المسائل بقى شويه. ادي الثلاثه، بص كده معايا، انا هجمع دول 4 ان. واحد يقول لي بقى ايه؟ انا هوزع الموجب. طب ما هو مش هيعمل حاجه، الموجب ده غير السالب تماما في تغيير الاشارات. يعني ايه؟
السالب ده بيدخل عليه اشاره بيغيرها، بيخلي الموجب سالب والسالب موجب. عارف الموجب ده ولا كأنه موجود؟ يعني على فكره انا ممكن اعمل كده ولا هتاثر معايا في اي حاجه. الموجب اصلا ما بيغيرش اي حاجه في الاشارات، فهتفضل زي ما هي. فانت اكنك بتعمل ايه؟ بتقول 4 ان سالب 8 ان، معاك 4 ان وخسرت 8 ان، يبقى خسران 4 ان لسه. خلاص. طيب فتعالى نكتبها هنا احسن، 4 ان، وعندك هنا موجب 2 سالب 2 وموجب 2 هيطيروا مع بعض، معاك 2 وخسرتها تاني هيطيروا مع بعض، فيتبقى لك من هنا كده سالب 4 ان بس. تمام. طيب المفروض ده ناقص الحته دي كلها، يبقى سالب 4 ان ناقص السالب يدخل مره هنا ومره هنا، هتبقى سالب 4 موجب 6 ان. ما هو السالب يدخل على الموجب، ده المفروض موجب، سالب في موجب بسالب، وسالب في سالب بموجب. ده كده بالنسبه للثلاثه. خلاص لسه هبسطها كمان شويه في وادي الاثنين. عندك هنا السالب مره هنا ومره هنا، ادي الواحد ناقص 4 ان، ما فيهاش مشكله. وعندك السالب هتبقى سالب 4 زائد 6 ان. طب اخر اختصار، معاك هنا سالب 4 ان وهنا موجب 6 ان، يديك موجب ادي الاثنين اهي، موجب ب 2 ان. واسيب السالب 4 زي ما هي، انا مش هاجي ناحيتها، صح؟ ما هي السالب 4 يعتبر ثابت، ما فيش اي ثوابت تتجمع او تطرح عليه، فانا خدت الحضور المتشابهه ده مع بعض وده مع بعض، معاك 6 ان وخسرت منهم 4 في، وفين الثلاثه اهي الثلاثه اهي، احنا قلنا ده دي الاثنين، انا اسف دي الاثنين. طيب الاثنين اهي، ادي الاثنين، معاك هنا بصيت ادي سالب 4 ان وادي سالب وادي موجب 6 ان، معاك 6 ان وخسرت منهم 4 ان، يبقى لسه معاك 2 ان. خلاص. ومعاك هنا موجب 1 وسالب 4 تديك سالب 3، خسرت 3 وكسبت 1، فما زلت لسه خسران 3. انا كده يعتبر بالنسبه لي ده ابسط شكل يكون اقدر اطلعه بالنسبه للثلاثه والاثنين. طيب انا كده يعتبر خلصت. لو هو قال لك اختصر تمام، خلصت، انت كده خدت 3/4 درجه، فاضل لك بس ان انت تشيل كل ان وتحط بدالها كام؟ 2 وتجيب الناتج. هشيل بقى الان دي واحط بدالها 2، واشيل ان دي واحط بدالها 2، فدي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى ادي الثلاثه اهي، الاثنين في 3، الاثنين احنا قلنا في ب 2 صح؟ ب 2، الاثنين في 2 ب 4، 4 ناقص 4 تديك 0، صح؟ في الاثنين في 2 ب4، 4 ناقص 3 تديك 1، يبقى دي بقت 3 2 ب 2 2، احنا قلنا دي ب4، 4 ناقص 3 تديك ايه؟ تديك 1. مش احنا لسه واخدين من قواعد الاسس 3 اس 0 اي عدد اس 0 بواحد، صح؟ و2 اس 1 ب2 زي ما هي، فالواحد في 2 ب2. طويله صح؟ طويله. انا طولت فيها بس عشان خاطر ما يعني ايه، تفهمها على قد ما تقدر. يعني فاهم، انا فكره المساله كلها مش في العمليات الحسابيه، انت دي بشويه تركيز مش تغلط فيها. انا مشكلتي في دي، لو ما قدرتش تبسط دي، وعلى فكره في تبسيط غير كده، في كذا طريقه ممكن غير كده، مفيش اي مشكله خالص، بس دي الانسب ودي الاسهل. ان انت تجيب كل الارقام اللي قدامك دي اللي هي ال9 وال18 وال36، تحاول تخرج منها اساسات يكونوا شبه بعض. ادي الثلاثه وادي الثلاثه وادي الثلاثه وادي الاثنين وادي الاثنين، وتبدا تشتغل بقى على كده. فهمتها؟ ان شاء الله تكون فهمتها ان شاء الله. طيب نيجي على اخر مثال في الدرس النهارده. بيقول لي غرفه ارضيتها مربعه الشكل، يعني انا معايا غرفه زي دي كده مربعه، جميع الاطوال قد بعض، وبيقول لك هنا طول ضلعها ب 2 اكس تكعيب واي تربيع. خلاص. وحده طول يراد. طب ليه طه بلاط مربع الشكل؟ يعني هتعمل بلاطات كده، بلاطات مربعه الشكل زي دي كده، دي مربعات، وهكذا مربعه الشكل. طول ضلع كل بلاطه 2 اكس تربيع. يعني بص البلاطه دي الحته دي كده، يعني مثلا دي مربع اهو، ده مربع. طول البلاطه دي الطول بتاعها بس الحته دي كده، الحته دي كده، مع الاطوال كلها قد بعض، ما هي مربع برضه. الطول ده كده من اول هنا لحد هنا بكام؟ باكس واي تربيع. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ كم بلاطه تحتاجها لتغطيه ارضيه الغرفه بالكامل؟ انا عايز اعرف هم كم بلاطه اقدر اكونهم او اقدر احطهم في الغرفه بحيث ان الاوضه دي تتبلط بالكامل. فانت هتعمل ايه؟ انت هتاخد مساحه الاوضه كلها وتقسمها على مساحه البلاطه الواحده، تديك عدد البلاطات اللي انت محتاجها. انت فهمت الفكره؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب مساحه الغرفه كلها واجيب مساحه البلاطه الواحده
ولو قسمت مساحه الغرفه كلها على مساحه البلاطه هجيب عدد البلاطات اللي انا محتاجها. فهمت السؤال؟ ده اهم حاجه ان انت تفهم بس الخطوه اللي انت هتبدا بيها. فانا اول حاجه اعملها هجيب مساحه الغرفه كلها، يبقى تقول له كده مساحه الغرفه عباره عن ايه؟ ان انت تقول كده طول. طب هي الغرفه بتاعتك عباره عن ايه؟ مش عباره عن مربع؟ فانت هتقول طول الضلع في نفسه، ما هي مساحته مربع طول الضلع في نفسه. فانت عندك طول الضلع هنا بكام؟ ب 2 اكس اس 3 واي اس 2 في نفسه. عندك طريقتين، يا تقول في نفس الضلع الثاني يا تقول الكل تربيع، فالاثنين صح. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتمسك الاثنين خاصيه التوزيع ده كله حد واحد، فانت تمسك الاثنين توزعها مره هنا ومره هنا ومره هنا. فعندك الاثنين اس 2 4، وادي الاكس. احنا قلنا لما يكون اس مرفوع لاس او قوه مرفوعه لقوه العلاقه اللي بينهم علاقه ضرب، يبقى الاثنين تنزل على الثلاثه يتضربوا في بعض، الاثنين في 3 ب 6. وادي الواي اس مرفوع لاس، الاس ده لما يجي ينزل على واي هيلاقي في اس كمان، اس مرفوع لاس العلاقه بينهم علاقه ضرب، فبقت 4. فدي كده بالنسبه لك، دي كده بالنسبه لك مساحه الغرفه كلها. طب انا عايز اجيب مساحه البلاطه لوحدها، هتقول له كده مساحه البلاطه الواحده هتكون عباره عن ايه؟ البلاطه برضو نفس الكلام، البلاطه مربعه الشكل والضلع بتاعها اكس تربيع، فبرضو نفس الكلام مساحه البلاطه هتقول كده اكس واي تربيع. بدل ما تضرب في اكس واي تربيع ممكن تقول الكل تربيع، هي الاثنين واحد. هتنزل التربيع برضو مره هنا ومره هنا، هتبقى اكس تربيع لان المفروض هنا في واحد خلاص، فالاثنين في واحد باتنين، وعندك الواي الاثنين في اتنين باربعه. فدي كده مساحه البلاطه الواحده. فانا جبت مساحه الغرفه ومساحه البلاطه. لو قسمت مساحه الغرفه على مساحه البلاطه الواحده تقدر تجيب او تقدر تجيب عدد البلاطات اللي انا محتاجه احطها في الاوضه عشان اكون الاوضه بتاعتي. فانت هتقول له كده بقى عدد البلاطات هيساوي مساحه الغرفه اللي هي 4 اكس اس 6 وهنا واي اس 4 على اكس اس 2 وهنا واي اس 4. في حاله القسمه بنقسم اشاره على اشاره، رقم على رقم، رمز على رمز. طبعا الموجب على موجب فيها الموجب، والموجب على الشمال مش لازم يتكتب. 4 على المفروض هنا في واحد بس مش مكتوب، 4 على 1 فيها الاربعه. وعندك اكس اس 6 على اكس اس 2. في حاله القسمه لما يكون الاساسات زي بعض، هنا اكس وهنا اكس، بنزل واحد فيهم واطرح الاسس، 6 ناقص 2 يديك 4. والاكس اس والواي اس 4 على واي اس 4 هيطيروا مع بعض. طب لو عايز تفهمها رياضيا ليه طاروا مع بعض، ادي الواي هتقول اللي فوق ناقص اللي تحت، الاربعه ناقص الاربعه يديك صفر، ما احنا بنطرح الاسس. طب ما هي اي حاجه اس صفر ايه؟ بواحد، فالواحد ده ينزل يتضرب في الاربعه فتفضل الاربعه زي ما هي، فده يعتبر الناتج النهائي بتاعك. ده كده يعتبر عدد البلاطات. طب يعني ايه عدد البلاطات؟ يعني ايه ب 4 اكس تربيع؟ ما انت حاطط لي مجهول جوه المساله، ما انت الاكس دي لو اديتها لي برقم اقدر اجيب لك عدد البلاطات بالظبط بيساوي كام رقم. ففكره ان انت حاطط لي الاطوال بتاعتي بمجهول، فطبيعي ان الناتج بتاعك برضه يطلع فيه ايه؟ يطلع فيه مجهول. تمام؟ فكده ده بالنسبه لك عدد البلاطات اللي هو محتاجها. فاحنا كده الحمد لله احنا كده خلصنا الدرس الاول، فان شاء الله نشوفكم الدرس الثاني. بس حاول على قد ما تقدر ان شاء الله ما تراكمش، وان شاء الله كل الامور ممكنه، بس انت حاول بس معايا. السلام عليكم.